عارفة الشعور لما تكوني قاعدة في لمة عيلة أو وسط صحابك والضحك مالي المكان، وفجأة تحسي إنك مش موجودة، إنك غريبة عنهم، وكأن في جدار عازل بينك وبينهم. الإحساس ده مش نكد ولا دلع، ده وجع حقيقي بيسموه في علم النفس الوحدة الوجودية. أنا سيلا، والنهاردة هنعرف ليه بقينا بنحس بكده، وإزاي نرجع نحس بالونس تاني. زمان كان الونس يعني قعدة حلوة وكوباية شاي وكلام من القلب للقلب. دلوقتي الونس بقى عبارة عن شاشات، احنا متصلين ببعض 24 ساعة على السوشيال ميديا، بس الحقيقة إننا أبعد ما يكون عن بعض. بقينا بنشوف صور بعض ونجاحات بعض، بس ما بقيناش بنحس بوجع بعض. المقارنة اللي بنعملها غصب عننا بين حياتنا وبين فلاتر السوشيال ميديا خلتنا نحس إننا لوحدنا في تعبنا، وإن الكل سعيد إلا إحنا. ليه ما بقيناش بنحكي؟ عشان بقينا بنخاف نطلع ضعفنا في عصر السرعة. الكل عايز يبان قوي وناجح ومسيطر. لو قلتي أنا تعبانة ممكن تسمعي ردود زي معلش كبري دماغك، أو غيرك أحسن منك. الردود دي بتخلينا نقفل على نفسنا ونبني أسوار عالية، والنتيجة بنعيش وسط ناس بجسمنا بس، لكن روحنا شايلة لوحدها. عاملين زي القطط. القطط لما بتتوجع بتستخبى، بس احنا بشر، محتاجين اللي يطبطب علينا مش اللي يحكم علينا. على فكرة الحل مش في كتر الناس اللي حواليكي، الحل في النوعية مش الكمية. في قاعدة اسمها قاعدة ال15 دقيقة. جربي تقعدي مع حد بتحبيه 15 دقيقة بس من غير موبايل. بصي في عينيه، اسمعي نبرة صوته، كوني انتي الونس. ابدأي انتي واسألي سؤال حقيقي: انتي عاملة ايه بجد؟ السؤال ده ممكن يفتح بيبان مقفولة بقالها سنين. وصاحبي نفسك. الوحدة بتبدأ لما بنكون مش طايقين نقعد مع نفسنا. اتعلمي تحبي خلوتك وتستمتعي بتفاصيلك الصغيرة. افتكري دايما إنك مش لوحدك في الإحساس ده، ملايين غيرك بيحسوا بيه دلوقتي. الونس الحقيقي بيبدأ بكلمة صادقة ونظرة حنينة وقبول لنفسنا بضعفها قبل قوتها. أنا سيلا، وقناتنا هنا هي بيتك التاني وونس كدافي. لو حسيتي إن الكلام ده طمنك شاركيني في التعليقات. إمتى آخر مرة حسيتي فيها بونس حقيقي؟ شكرا.